فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ أول محاضرة في مادة الأدفانسد فيزيكس إعدادي هندسة سمستر 2. تمام. فإن شاء الله أشرح لكم المحاضرة الأولى في مادة الفيزياء. تمام. ده كله بيقولك تقسيمة الامتحان دي هتبقى ازاي. ميد ترم 20 درجة، والفاينل 20 درجة، والأربعين التانية من معمل وحضور وغياب وكده. تمام. كل ده هاري ملوش اي 60 لازمة. فيلا بينا نمشي عند أول حاجة معانا. هنا بيقولك charges by fraction or contact. بيقولك ازاي الشحنات بتنشأ. بيقولك لو جبت حاجة كده ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش طاقة زي كده، وحطيت عليها حاجة قماش من الحرير قابل للاحتكاك، تمام، وحكيته عليها كده، فهينشأ طاقة. هينشأ ايه؟ طاقة. هينشأ شحنات. حاجات ملهاش لازمة أوي، بس يعني عايزين يعرفوك ايه هي الشحنات في الأول بس. بس كده. هنخش بعدين على ايه. بقول لك الشحنات تتكون من ايه. الشحنات تتكون من شحنات بوزيتيف وشحنات نيجاتيف، شحنات موجبة وشحنات سالبة. الشحنات المتشابهة attracted. الشحنات المتشابهة attracted. يعني ايه attracted؟ يعني تتجاذب. والشحنات المختلفة تتنافر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو معايا شحنة موجبة ومعايا شحنة سالبة، احنا قلنا شحنات نوعين: بوزيتيف موجبة، ونيجاتيف سالبة. تمام. الشحنات المتشابهة السيم، يعني شارج سيم، يعني شحنات المتشابهة attracted. يعني ايه attracted؟ يعني تتجاذب. يعني لو شحنات المتشابهة معذرة، يعني تتنافر، مش تتجاذب. تمام. وهنشوف ده تحت دلوقتي. attracted يعني تتجاذب. يعني لو معايا شحنة موجبة زي دي وشحنة سالبة زي دي، قربناهم من بعضيهم، ايه اللي هيحصل؟ دي هتمشي كده ودي هتمشي كده. يبقى الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. تمام. بوزيتيف مع بوزيتيف يحصل ايه؟ تنافر. نيجاتيف مع بوزيتيف يحصل اتراكتد، تجاذب. تمام. يعني لو معايا شحنة موجبة اهي، لو معايا خلية كده او معايا نواة فيها موجب وفيها سالب، وجيت حطيت في الحتة دي قضيب مشحون بالشحنة السالبة، إيه الشحنات اللي هتتجمع في الحته القريبه من القضيب؟ الشحنات اللي هتتجمع في الحته القريبه من القضيب الايه؟ الشحنات الموجبه. لان هنا في سالب وهنا في موجب وسالب. فايه اللي هيمشي على السالب وايه اللي هيبعد عنه؟ اللي زيه هيبعد عنه، والغريب عنه هيقرب منه. يعني هو سالب، ايه اللي هيقرب منه؟ الموجب. وايه اللي هيبعد عنه؟ السالب. بس كده. بس كده. تمام. فنبص على ايه؟ على الثلاث انواع دول. بيقول لك هنا ايه؟ ناتشرال سفير. يعني ايه نشر سفير؟ يعني ان هو متعادله. يعني هنا بيقول لك ايه متعادله؟ يعني ايه متعادله؟ يعني الموجب قد السالب، النيجاتيف قد البوزيتيف. يعني مفيش شحنه، يعني مفيش ايه شحنه. الشحنات متعادله، يعني الموجب قد السالب، فالاتنين راحوا مع بعض. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك نيجاتيفلي تشارجد رود. بيقول لك جبت قضيب ايه شحنته سالبه، فلما حطيناه قربناه من الشحنات دي، الموجب قرب منه والسالب بعد عنه. هو الموجب هو قرب عشان ده سالب، والسالب بعد عنه عشان ايه؟ عشان شبهه. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا جبت برضو قضيب سالب وقربته من الشحنات هنا، فالموجب قرب منه، فالسالب راح للايه؟ للارضي. تمام. وبس. هنا كمل بقى. السالب مشي في الارض وبقت الشحنه كلها موجبه. يعني هنا مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا معايا آه، خليه فيها شحنات موجبه وسالبه، معايا خليه فيها شحنات موجبه وسالبه، ازاي اخلي الشحنات اللي فيها موجبه بس؟ فقال لك ايه؟ قال لك هوصل سلك بالارض وهقرب قضيب سالب، فالموجب هيقرب مني والسالب هيبعد عني. فلما السالب يبعد عني، السلك الارضي ده هيجذب السالب، فلما يجذب السالب هيبعد عن الخليه، فالخليه هتبقى شحنات موجبه فقط لا غير. تمام. نخش بعدين على الجزئيه اللي بعد كده. بص يا باشا، كل ده خصائص الشحنات.
فانا هسيبها لك دلوقتي، وهبقى لما ارفع لك الفيديو هبقى اقول لك او هنزل لك شويه ورق كده متلخص فيهم خصائص الشحنات. انا ملخصهم لك هنا 6 خصائص، او ممكن تكتبهم 5 ومليون%. ركز على دول لانهم هيجولك في الامتحان، هيجولك فين في الامتحان ان شاء الله في الفاينل. تمام تمام. فهو بيقول لك اكتب نبذه مختصره عن خصائص الشحنات، فانت تكتب له دي. تمام تمام. فانا بقول لك ايه، دخلنا على حته مهمه جدا. بقول لك اللي ايه، بقول لك القوه الناشئه عن الشحنات. هو الشحنات دي ممكن تنشأ قوه؟ طبعا لازم تنشأ قوه. فانا لما اقول لك لما احط قضيب موجب، لما احط قضيب ايه موجب جنب قضيب سالب، فالاتنين هيقربوا من بعضيهم، ده هيمشي كده وده هيمشي كده، فحصلت قوه اهو. تمام تمام. عشان ايه نعرف نشوف. جينا بعدين بيقول لك ايه، بيقول لك لو انا حطيت اهو قضيب سالب مع قضيب موجب، حصل قوة، الاتنين قربوا لبعضيهم فانشأ قوة. سالب مع سالب حصل قوة تنافر، بس برضو قوة. تمام تمام. اذا الشحنات ينشأ عنها قوة، الشحنات ينشأ عنها قوة. طب القوة دي قانونها ايه؟ هقول لك دلوقتي. نيجي عند الكويز الاول. بيقول لك معايا اوبجكت ايه، معايا جسم ايه. تمام تمام. واحده واحده مع بعضينا، سؤال سهل وبسيط جدا. معايا اوبجكت ايه، جسم ايه. is attracted to object. يعني ايه attracted to object؟ يعني انجذب. انجذب. لازم نعرف معنى كلمه attracted. تمام. بيقول لك to object B، يعني معايا جسم ايه انجذب لجسم B. طالما انجذب يبقى الشحنتين متشابهين ولا مختلفين؟ مختلفين. يبقى واحد موجب والتاني سالب. قبل ما اكمل السؤال ولا اعرف عايز مني ايه. تمام تمام. بقول لك if object B، لو الجسم B is known، احنا عارفين انه to be positively، احنا عارفين ان الجسم B ماله موجب. قلنا من الاول معايا جسم A ومعايا جسم B، ايه اللي حصل بيناتهم؟ حصل attracted. حصل ايه attracted؟ يعني حصل تجاذب. تمام تمام. بيقول لك لو الجسم بي احنا عارفين انه موجب، احنا قلنا طالما حصل تجاذب يبقى الشحنتين مختلفين، يبقى واحده موجب والتانيه سالب. فواحده موجب والتانيه سالب. هو قال لك بي احنا عارفين انه موجب، فيبقى ايه ماله عكسه، يبقى يبقى اذ يكون سالب، نيجاتيف يعني. تمام تمام. طب تعالوا نشوف السؤال اصلا عايز منك. يقول لك what can we say about object A. يعني احنا بيقول لك ايه هي شحنة الجسم A. احنا عرفنا ان شحنة الجسم A سالب بكل سذاجة وكل سهولة وكل اريحية. تمام تمام. يلا نكمل. نشوف الاختيار الاول. بيقول لك it is positively charged. يعني بيقول لك انها تكون موجبة، الشحنة تكون موجبة. احنا قلنا انها بي موجبة، يبقى ايه مالها؟ يبقى سالبة. يبقى الاجابة الاولى غلط. يبقى انا يا باشا لازم اعرف 3 كلمات مهمين جدا. attracted يعني تنجذب، positively يعني موجبة، negatively يعني سالبة. فبقول لك الاختيار رقم بي اللي هو الصح. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك it is negatively charges. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك الشحنة تكون سالبة، هي صح. طب تعال نشوف الاختيار التاني يعني ايه. بقول لك it is electrically natural. بقول لك دي متعادلة الشحنة او ما فيش شحنة خالص، والكلام ده مش صحيح. لو ما فيش شحنة لم تنشأ قوة. تمام. ورقم دي بيقول لك ما فيش ولا واحدة فيهم صح. تمام تمام. نخش على بعد كده ان شاء الله بيقول لك كولومبس لو، يعني قانون كولومب. قانون كولومب عشان ما نخش في التفاصيل وملهاش اي 60 لازمة بالنسبة لك، انا بديك زبد الموضوع، يعني الخلاصة اللي انت عايزها. قانون كولومب ده يا باشا اللي هو قانون اللي انا قلت لك قانون القوة، ودي اسمها قانون كولومب. يبقى القوة تنشأ بين شحنات اللي هي اف. القانون ده جه منين؟ جه من قانون التربية العكسي. تعالى اجيب لك الاستنتاج بتاعه من تحت. بيقول لك اف تتناسب طرديا مع، تتناسب عكسيا مع الاول؟ مع ار تربيع. ما هي ار تربيع؟ ار هي المسافة بين الشحنات. المسافة بين المسافة بين الشحنات. تمام تمام. بقول لك في حاجة تانية اسمها اسمها الشحنات نفسها. الشحنات كل ما زادت القوة يا باشا بيجرى لها بتزيد. يبقى العلاقة بيناتهم طردية، علاقة طردية. يبقى القوة تتناسب طرديا مع الشحنات.
طب هو هل في قوة هتنشأ من شحنة واحدة؟ نيفر ابدا. ليه بقى؟ لان انا معايا جسم اهو جسم اهو، هنا في شحنات وهنا في شحنات، فيبقى القوة بتنشأ بين شحنتين، يبقى كيو واحد وكيو اتنين، كيو واحد وكيو اتنين. خلاصة الموضوع قلنا القوة تتناسب طرديا مع كيو واحد وكيو اتنين، وتتناسب عكسيا مع ار سكوير، ار تربيع اللي هي المسافة بين الشحنات. تمام تمام. طيب انا عايز اعمل القانون، ناقصني ايه يا باشا؟ ناقصني اشيل العلامة دي واحط مكانها يساوي. فلما بشيل العلامة دي واحط مكانها يساوي بنزل كل حاجة زي ما هي. فانا هنزل كل حاجة زي ما هي، بعمل ايه؟ هقول كيو واحد كيو اتنين على ار سكوير. امال ايه اللي اتغير يا باشا؟ لما بشيل التناسب واحط يساوي لازم احط كونستانت. لازم احط ايه؟ كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني ثابت. فالثابت عندنا يا باشا هيكون ايه؟ هيكون كي. يبقى القانون عندك بيقول لك كي كيو كيو على ار سكوير، كي كيو كيو على ار سكوير. وهنا يا باشا كي بتساوي كام؟ كي دي اسمه ثابت كولوم، وبيساوي يا باشا بيساوي 9 في 10 أس 9 على حسب ما أتذكر، يعني إن شاء الله يكون إيه صح. وهو هنقابله تحت هنا. فهو الاستنتاج قال لك اف تتناسب ايه عكسيا مع مربع المسافة، واف تتناسب طرديا مع كلتا القوتين، مع كلتا الشحنتين. من هنا استنتجنا انه الاف بتساوي كي كيو كيو على ار سكوير. وهنا قال لك كام؟ قال لك الكي بتساوي 9 في 10 اس 9، وده الاستنتاج بتاع الكي اهو. مش اي 60 لازمة معاك، بس يعني ايه تكون عارفه. تمام تمام. ده قانون كولوم. مفيش اسهل واروع من كده والله. الفيزياء دي لذيذه، حاجه متعه يعني. وان شاء الله ايه كلكم تجيبوا فيها درجات ممتازه. بعدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك هناخد امثله بسيطه على ايه انواع الشحنات. في بروتون، في نيوترون، في الكترون. تمام تمام. بيقول لك اول مربع معانا ده ايه؟ اللي هو الاجسام، بارتيكل. اول جزء قال لك ايه؟ ومش بيكتب ليه؟ ثانيه واحده. هنا كده. تمام. اول حاجه البارتيكل، قال لك اول حاجه عندك بروتون ونيوترون والكترون. بعدين سيمبل الشحنه بتاعته بوزيتيف، ناتشرال، نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني ايه ناتشرال؟ يعني نيجاتيف هتعرف دلوقتي. بقول لك الشارج، الشحنه دي قيمتها كام؟ واخر حاجه الماس، الكتله دي قيمتها كام؟ هقول لك ايه اللي تحفظه وايه اللي ما تحفظوش وهيدولك في الامتحان. اول حاجه عندك البروتون يا باشا. البروتون لازم تكون عارف انه شحنته موجبه، لازم تكون عارف انه شحنته ايه؟ موجبه. بيقول لك بوزيتيف، هو قال لك ايه؟ يعني موجب. لازم تحفظ الرقم ده. شحنة البروتون يا باشمهندس بتساوي 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم. 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم. هيجي لك السؤال ده في الامتحان، سؤال بدرجتين، ومش هيديك الشحنة. مش هيديك ايه يا باشا؟ مش هيديك الشحنة. تمام تمام. يبقى بيساوي كام؟ 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب الكتلة بتاعته مش مطالب بحفظها، هديها معلومة وجات لك، بس لو جالك السؤال عايز منك الكتلة في الامتحان هيديك الايه؟ هيديك الرقم ده 1.67 في 10 أس سالب 27 كيلو جرام. نخش بعدين على ايه؟ على الناتشرال اللي هو النيترون. نيترون. النيترون ده يا باشا ايه؟ شحنته متعدلة، ناتشرال. تمام تمام. يبقى الشحنة بتاعته كام؟ صفر. ليه صفر؟ لأن قلت لك الموجب قد السالب، والشحنة دي هي الفرق بين الاتنين. فلما مفيش فرق يبقى ايه؟ يبقى بصفر. تمام تمام. اخر حاجه الكتله بتاعته نفس كتله البروتون، 1.67 في 10 أس سالب 27 كيلو جرام. تمام تمام. اخر حاجه عندك يا باشا الالكترون. والالكترون ده شحنته من غير ما تفكر، البروتون موجب يبقى الالكترون سالب، لانهم الاتنين موجودين في الذره، والذره متعادله كهربيا. تمام تمام. شحنته كام؟ 1.6 في 10 أس سالب 19، نفس الرقم اللي فوق. هنا في سالب ملوش اي 60 لازمه معاك. والكتلة بتاعته هيدالك في الامتحان 9.1 في 10 أس سالب 31 كيلو جرام. وهنا يا باشمهندس جايب لك سؤال على الحتة دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز منك القوة الكهربية والقوة الكتلية. يعني ايه ده اصلا؟ يعني اعطيك عايز القوة بين الشحنات والقوة بين الكتل او الاجسام. فيا باشا انت طبعا عارف انه قانون الجذب العام، قانون الجذب العام، في قانون اسمه قانون الجذب العام. ايه هو قانون الجذب العام؟ بيقول لك
ده بقى مين اللي عمله؟ اللي قلنا الاول عمل عمك كولومب. فعمك نيوتن عمل قانون زيه، او هو اللي عمله اصلا الاول نيوتن. فقال لك اف القوة تتناسب طرديا مع الكتل وعكسيا مع المسافة برضو مع مربع المسافة. فحط ثابت الجذب العام اللي هو الجي، وقال لك مضروب في ام واحد ام اتنين على ار سكوير. وقال لك الجي يا باشا بتساوي 6 بوينت مش متذكره اوي 67 في 10 أس سالب 19. تمام تمام. فهو بيجيب لك الكتل والمسافة، وبيجيب لك الشحنات، ويقول لك عايز الاف جي والاف اي. تمام تمام. فهو هنا يا باشا بيقول لك ذا الكترون يعني معاك الكترون اند بروتون، الكترون وبروتون. عرفت الشحنات؟ عرفت الشحنات. يبقى كده الكيو بتساوي كام؟ 1 و6 في 10 أس سالب 19. هنا سالب 11 معذرة يعني. تمام تمام. ده ايه؟ ده الكيو طب دي الكيو الاولى، والكيو التانية قلت لك ان البروتون نفس الكيو تحت ده الكترون. تمام تمام. on the average ما علينا باي ديستانس، بيقول لك المسافة اللي هي الار اهي، تمام، بكذا متر، 5.3 في 10 سالب 11 متر. find the magnitude عايزين مقدار الالكتريك فورس معذرة الالكتريك فورس اللي هي الاف اي وال جرافيتيشنال فورس يعني القوة الجاذبية أو قوة الجذب. تمام. بين التو بارتيكل، بين الجسمين. فانت يا باشا معاك الكتلة بتاع البروتون ومعاك الكتلة بتاع الإلكترون ومعاك الشحنة بتاع البروتون ومعاك الشحنة بتاع الإلكترون، وأعطيك المسافة. ومعاك انت المفروض تكون حافظ الجي اللي انا كتبتها لك دلوقتي والكي اللي انا كنت كاتبها لك فوق، وتعوض تعويض مباشر في القوانين. حليت السؤال، حل السؤال وتأكد ان الاجابة بتاعتك اهي الاجابات. تمام تمام. بعدين بيقول لك electric force between two electric charge، بيقول لك القوة بين شحنتين. بيقول لك لو الشحنتين متشابهين القوة الناشئة عنهم للخارج، القوة الناشئة عنهم للخارج في كلتا الحالتين بتكون في عكس الاتجاه، عشان ما حدش يقول لك لو الاتنين شبه بعضهم القوة عكس الاتجاه، لو الاتنين شبه بعض، لو الاتنين عكس بعضهم يبقى القوة في نفس الاتجاه. هنا يا باشا بيقول لك هنا موجبة وهنا موجبة، فالقوة دي طلعت لبره والقوة دي طلعت لبره. وهنا يا باشا الكيو دي موجبة، فالقوة ايه؟ دخلت لجوه، دي سالبة فدخلت لجوه. طالما الاتنين عكس، وطبعا هتلاقي ده ماشي كده وده ماشي كده، هم في عكس الاتجاه، بس دول داخلين لجوه. لو شبه بعضيهم طالعين لبره، لو مع بعض لو عكس بعضيهم داخلين لجوه. وده القانون بتاع الكي. وبيقول لك لو عايزين القوة بقى، عايزين مقدار القوة بين الشحنتين، لو قلت اف 1 2 او زي ما هو كاتب لك هنا بيقول لك اف 1 2 بتساوي اف 2 1. يعني مثلا لو قلت لك انها الشحنة هنا، ولا اقول لك خليها عشان السؤال اللي بعدها جاي، فالقوة هنا زي القوة هنا ولكن العكس في الإشارة فقط لا غير. ليه بقى؟ هتعرف في السؤال ده. السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا معايا، بيقول لك ايه اوبجكت ايه، معايا جسم ايه هاز ا تشارج اوف، الشحنه بتاعته كام؟ الكيو يا باشا، هنقول كيو ايه، كيو ايه بتساوي 2 في 10 أس سالب 6 كولوم، عشان حولناها من الماكرو للكولوم. ولو عايز ازاي بتحول، في فيديو عندك في الاستاتيكا، هتلاقي في قائمة شرح الاستاتيكا اول فيديو عندك. تمام تمام. هنا عندك بيقول لك ايه اند اوبجكت بي، معانا جسم بي اتشارج الشحنه بتاعته 6 كولوم. فاقول لك يو بي بتساوي كام؟ 6 في 10 أس سالب 6 كام؟ دي 6 كولوم. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف اي بي بتساوي كام؟ اف بي اي طبعا بكل سهوله هتقول اف اي، طبعا الشحنات العلاقه طرديه، فانا هقول اف بي بتساوي 3 اف اي. فاف اف اي بي اهي بتساوي 3 اف بي اي، والاشاره سالبه وكده. هختار الاولى وكده خلصت السؤال، وحاجه سهله جدا. فهقول لك هتاخد صفر قد كده. ليه يا باشمهندس؟ هقول لك لان لما أجي اكتب القانون بتاع القوه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف كيو 1 كيو 2، وفي الحاله دي هنكتب كيو اي وكيو بي.
فهنا حطيت الاتنين وحطيت الستة، ولما اجي اكتب القانون التاني برضه هحط الاتنين وهحط الستة. فالشحنة لا تؤثر في مقدار القوة ولكن تؤثر في اتجاه القوة. كلام في منتهى الروعة. الشحنة لا تؤثر في مقدار القوة ولكن تؤثر في اتجاه القوة. تمام. فالإجابة يا باشمهندس هتبقى اف اي بي تساوي سالب اف بي اي، ما اثرتش في المقدار ولكن اثرت في الاتجاه. حاجة اقسم بالله الفيزياء دي روعة. بس كده بس كده. وهنا يا باشا تطبيق مباشر في قانون القوة. هنا اعطيك القوة دايركت بكام؟ ب1/10. حطها لك هنا في القانون ب1/10. وبعدين طبعا الثابت كده مش هيديهولك في الامتحان، قال لك ب9 في 10 أس سالب في 10 أس 9، 9 في 10 أس 9، كتبتهولك فوق. بيقول لك هنا ايه بقى؟ في حتة مهمة جدا. بيقول لك الفاليو اوف تو ايكوال تشارج. يعني ايه تو ايكوال تشارج؟ يعني الشحنتين متشابهين. فكيو قد كيو، فكيو في كيو بكام؟ بكيو سكوير. بكيو سكوير. تمام تمام. بس وهعطيك القوه وهعطيك المسافه. فبيقول لك عايز الشحنه. فهتكتب القانون زي ما هو كاتبه هنا، وبعدين هتعمل ايه؟ اللي جنبيه هيروح هنا في المقام، واللي تحتيه هيطلع فوق في البسط، وتجي عامل الجذر التربيع للكلام ده كله. يعني انت لو مش عارف تعمل الخطوة دي وانت في هندسة، يبقى تحول الكلية يا باشمهندس. بس كده بس كده. وبعدين تطبيق مباشر على القوانين. يعني هنا جايب لك ايه؟ جايب لك اف جي اللي هو القانون بتاع نيوتن اللي انا كاتبه لك فوق. اف جي بتساوي ام1 ام2 على ار سكوير. تمام تمام. هو في غلطة في في الحتة دي، لان هنا المفروض الجي تبقى هنا. ما علينا، هو انا كتبتهولك فوق صح. الاف بتساوي جي ام1 ام2 على ار سكوير. تمام تمام. بس كده بس كده. تعال نشوف هل في جزئية كمان حاجة ما خدناش. بص يا باشا، الجزئية دي هنبدأ بيها المحاضرة الجاية لأنها جزئية حلوة ولازم تكون مركز فيها، وجاي لك برضو سؤال منها في الامتحان، فلازم تركز. المحاضرة دي قلت لك جاي لك كام سؤال منها؟ انا ما نسيتكش على فكره، جاي لك خصائص الشحنات اللي انا قلت لك هديها لك في اخر الفيديو لانها حفظ. تمام تمام. وهنزل لك ورقه مع في صندوق الوصف ان شاء الله description. فيها ايه؟ فيها المحاضره، يعني تلخيص المحاضره انا ملخصه بايدي وكده، كاتبه لك في ورق، وان شاء الله تفهمه كويسه جدا يعني. يبقى كده قلنا جاي السؤال على الحته دي، الجزئيه دي بتاع تحليل الشحنات، ونجيب منها الفورس. هنحلل الشحنات نشوف مين اللي طالع ومين نازل، ونجيب الشحنات ونجيب منها القوه. زي الاستيكه بالظبط. هتجيب القوه هنا وتجيب القوه هنا، وبعدين تجيب المحصله بتاع الفورس القوه، وبس كده. وهيجي لك سؤال على القانون نفسه، هيجي لك سؤال اقول لك هات القوه بتاع اف اي واف جي، وهيجي لك سؤال على الجزئيه دي، وهيجي لك سؤال على ايه؟ الشحنات. ده مقالي. بس كده بس كده. المحاضره الاولى خلصت. بس تعالى اقول لك ايه؟ تعالى اقول لك خصائص الشحنات. اول حاجه من خصائص الشحنات بيقول لك الشحنات يا باشا لها كتله. بالانجلش بيقول لك يعني ايه؟ بيقول لك it is associated with mass. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك يعني الشحنات لها كتله. دي اول خاصيه من خصائص الشحنات. تمام. تاني خاصيه من خصائص الشحنات يا باشمهندس بيقول لك there are two topic of charges. يعني ايه؟ يوجد نوعين من الشحنه. تمام تمام. مش لازم تكتب دي. بيقول لك لايك تشارجز. يعني ايه لايك تشارجز؟ يعني الشحنات المتشابهه. بيجرى لها ايه؟ قلنا من الاول خالص ريبل. يعني ايه ريبل؟ يعني تتنافر. and unlike charges attracted. يعني ايه unlike charges attracted؟ يعني الشحنات المختلفه attracted تتجاذب. دي مهمه جدا ولازم نكون عارفها. بيقول لك it is a scalar quantity. يعني ايه it is a scalar quantity؟ يعني بيقول لك انها تكون ايه؟ ما حته مهمه جدا ونسينا نقولها. هل الشحنات كميه قياسيه ام متجهه؟ الشحنات يا باشمهندس كميه سكيلر، قياسيه. تمام تمام. رقم 5 بيقول لك charge conservation. يعني charge conservation يعني تحفظ الشحنه. تحفظ الشحنه، يعني الشحنه تظل كما هي، مش بتطير يعني.
واخر حاجه واخر حاجه في فيديو النهارده بقولك تشارج كوانتيكيشن. يعني ايه تشارج كوانتيكيشن؟ يعني الشحنه مالها مكممه، الشحنه مكممه. بس كده، والله بس كده. وحاجات لازم تحفظها يعني، مش تحفظها دلوقتي، لو حفظها دلوقتي هتنساها. بص اقراها وافهمها، وان شاء الله قبل الامتحان تحفظها، سهلين جدا يعني، وهنزلهم لك ان شاء الله. انا مختصرهم لك على قد ما اقدر، ودول صح ما تقلقش يعني. وان شاء الله هنزل لك الشرح بتاع المحاضره بالبي دي اف بتاعي انا، ده البي دي اف بتاع الجامعه، فهنزل لك البي دي اف بتاعي ان شاء الله، وحاجه سهله وبسيطه. وبس كده. دي كانت نهايه المحاضره الاولى، ماده ادفانسد فيزيكس، اعدادي هندسه. فيعني ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. وفي النهايه احب اقول لك تعلم العلم واقرا تحرز فخار النبوه. الله قال ليحيى خذ الكتاب بقوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم